اوكي. اذا مشاهدينا مازال كنتواجدوا معكم من امام المجازر القديمه. معنا احدى المواطنات اللي غتكلم لنا الاسم والصفه من جديد. اسمه هبه نبيله. نعم. انا محبه ديال الحيوانات ومنقذه ديال الحيوانات الشارع. نعم. اول حاجه اش غتقول لنا على في اي اطار هذا الوقفه ديالي؟ احنا جايين في وقفه سلميه ضد القتل وضد العنف اللي كيتعرضوا ليه الحيوانات ديال الشارع. نعم. وهذه الوقفه ماشي اول مره كندير وقفه، درنا وقفات هما حنا من 2019 حنا متشبتين ودايرين هذه الوقفات حتى نلقاو حل، الدوله تلقى معنا حل وحنا نلقاو حتى حنا حل. نعم. هادشي اللي بغينا. يعني باقي ما لقيتوش الحل لحد الان باقي ما داروا معنا حتى شي حاجه، بغينا ملاجئ لهاد الكلاب وحنا نتكلفوا بالتعقيم والتلقيح ديالهم وكل شيء، نتعاونوا ما يلقاو منين نعقموا ونلقحوا فين نحطوهم. نعم. شحال تقريبا نتوما عدد الوقفات اللي كديروا؟ بدون بلا حساب. انا قلت لك من 2019 حنا كنديروا وقفات. 2019 درنا امام البرلمان، درنا في السونتر فيل، ما في اي مره كنديروا فيما جاب الله كنديروا وقفات. وبغينا حل هاد الحيوانات، هاد العنف اللي تعرضوا ليه الحيوانات راه بزاف. نعم. اذا رساله للناس المسؤولين شنو تقول؟ بغينا ملاجئ والدوله تعاوننا في التعقيم والتلقيح ديال الكلاب، ما يبقوش يدوروا في الزنقه هكا. يعني نتوما اللي تكلفوا بهم كاع نساعدوا الدوله. حنا ديجا حنا دابا كنعقموا، حنا دابا عدد كبير اللي كنعقموا، راه كل وحده فينا كتعقم واحد العدد كبير ديال الحيوانات. حنا مستعدين نتعاونوا مع الدوله، ولكن يجلسوا معنا اطابل ويديروا معنا حل. حنا بغينا ملاجئ فين يتحطوا هاد الكلاب، ما يبقوش هكا غتنقى الدوله وحتى حنا غادي نرتاحوا. هادشي اللي كاين. شكرا تبارك الله. اذا مشاهدينا بقاو معنا في هذا البث المباشر. هما وقعوها على ان الحيوان غادي يتلقح ويتعقم ورجع للمكان ديالو الاصلي. هادشي ما كنشوفوش على ارض الواقع للاسف. هي كما كتشوفوا مشاهدينا في الصوره، صراحه هاد المشيشات هادو اللي مساكن كاملين مضروبين في عينيهم كما كتشوفوا. المنظمات الدوليه اللي كتساندنا وكتوقف مع الحيوانات ديال بلادنا، المفروض حنا الصوت ديالنا يتسمع ونلقاو واحد التجاوب. كاينه الوقفه ديال اليوم الشمس انا كنعرف خاصو يتكلف بهم. الشمس هذه يمهم هذه الشوشو. استاذه واحد الكلمه استاذه. اسمح لي. السلام عليكم. غزلان جوهري من مدينة الدار البيضاء، مدافعة للحيوانات. احنا هنا اليوم في وقفة احتجاجية سلمية، كنقولوا الناس اللي هما مسؤولين على القتيلة ديال الكلاب والقتيلة ديال القطوط، هذا الشيء راه حرام. احنا دولة مسلمة، المفروض أننا نتعاملوا مع الأمر بحلول إنسانية اللي هي كاينة ودارت في 2019. هذه الحلول هي التعقيم والتلقيح. إلا تعقم الكلب ما غاديش يبقى يتكاثر، إلا تلقح ما غيبقاش يشكل واحد الخطورة على الإنسان. هاد الجماعات هذه ما كتقومش بهذا الأمر. تقتل الحيوان، تقتل الكلاب وتقتل حتى القطوط. للأسف كيحبسوهم وكيقتلوهم في نهاية الأمر. حنا كان واقفين هنايا تزامنا مع الناس ديال فرنسا، الله يجزيهم بخير، هما اللي حتى هما واقفين دايرين وقفه احتجاجيه في البلد ديال فرنسا. وكنشكر المنظمات اللي تدافع على الحيوانات ديال بلادنا. كنقول الوزير الداخليه والسي الفتيت ولا السي الروداني ولا رؤساء الجماعات كاملين، بركه من هذه الهمجيه. حنا كنعيشوا في 2025، هذا الشيء دار قرون هذه وباقي ما كاينش الحل، باقي الكلاب ما تقادوش. اذا هذه المنهجيه اللي نتوما غاديين عليها هي ما غير سليمه. كنتمنى ان الناس كنتمنى من المسؤولين تكون في قلبهم واحد شويه الرحمه، حيت بالرحمه باش حنا كنعيشوا. نعم. شكرا استاذ. احنا جينا عملنا العديد من الوقفات وعملنا العديد من المظاهرات، سواء في مدينة الدار البيضاء او مدينة أرسي او مدينة الرباط. الهدف ديالنا هو التخطيط ديال البيئة الصحية من خلالها
كاينين معنا ناس تعطوك الدار هذا حضاري من هذا المنبر ماذا مشتي هذه النقطة ما كنتش فيها هذه رسالة يداروا معنا حيت هما الدور ديالهم الأساسي هو هذا يدافعوا على الكلاب ويدافعوا على القطط ديال المغرب. لا ما بغاش. الأمور الإنسانية نسير الإضافة سير لا وصل الإضافة اللي عندك. مزامنة مع هذه الوقفة اللي دايرين حنا في كازا، كاينة وحدة في مراكش قدام الولاية، وكاينة وحدة في فرنسا القنصلية ديال المغرب في فرنسا. يعني ثلاثة الجهات، كاينة مراكش كازا لا فرنسا. شكرا تبارك الله. بارك الله فيك. رسالتك الأخيرة اش غتقولي؟ رسالتي الأخيرة أوقفوا القتل، أوقفوا القتل، لأن ما عرفتوا ربي علاش كيرحمنا. نهار الزنزال قلتوا بأن راه ربي يرحمنا على البكمات، واستمريتوا في القتل. حرام والله حتى حرام. السلام عليكم. انا جيت اليوم هنايا كنحتج على قتل هاد الحيوانات اللي كيقتلوهم بواحد الطريقه بشعه، تزامنا مع هاد الوقفه اللي كاينه اليوم. كاينه كما ذكرت الاخت فاطمه الزهراء، كاينه الوقفه في مراكش ووقفه في فرنسا. احنا دائما كنطالبوا وكنجيو كنحتجوا على عدم قتل هاد الحيوانات البريئه اللي كيربيوها الناس وكيلوحوها. حرام عليهم، حرام. يعني ما قديش يعيش عليها المرة الأولى ما تربيهاش، خليها، اعطيها التقار. ومن هذا البربر، من هذا المنبر عفوا، كنبغي نقول فينا هي اتفاقيه اللي عطى صاحب الجلاله 2019 اللي هي الملاجئ والتعقيم والتطعيم. فينا هي، وبركه من القتل وشكرا. إذن كيف ما سمعتوا معنا مشاهدينا، وقفة احتجاجية سلمية. الصور كتكلم لينا على منشأ أكادير، وبقانا سبب غير انقراض من المنبع ديال أكادير والناس اللي كيعيشوا في أكادير عندنا فرصة ولا شي حاجة باش حنا كنا نمشيو مشتعلين ندخلوا للملجأ ديال أكادير ونشوفوا. إذن مشاهدينا بقاو معنا في هذا البث المباشر. راه باين فيها انعدام الرحمة، حيت ما كنلقاوش القطاط ديالنا ما القطيطات ما مفرش ما عندهمش اجينا. وعليكم السلام. اسم كريم وعاود لنا في إطار اليوم هذه الوقفة هذه. سميتي مريم. انا معكم مريم. انا اليوم كنطالب كنقول الناس المسؤولين شويه ديال الانسانيه. حنا في بلد اسلامي، وكنظن ان الاسلام كيجرم قتل الحيوانات، فيعملوا الانسانيه اللي ما كانوش كيتبعوا تعاليم الدين، فيستعملوا غير الانسانيه شويه. اللي كيقتل الحيوان كيقتل الانسان. باش تخرج لنا واحد الناس اللي خدامين في البلديه باش يقتلوا الحيوانات، او الناس اللي خدامين مع كازا بيئه اللي اسوسي مع البلديه ويخرجوا يقتلوا الحيوانات قدام الدراري الصغار وقدام الناس، راهم كيخلقوا مجرمين. كيولي القتل شي حاجه عاديه. دري صغير شاف ناس كبار كيقتلوا الكلاب والقطوط قدام الماره وقدام كل شيء، راه الدراري هذا كياخذوهم قدوه. غدا بعدو تا هو كتلقاه كيشد قط ولا يشد كلب صغير ويقتلو، وغدا بعد غدا كيخلق لنا مجرم. هذاك الشيء كيخلق لنا مجرم في المجتمع. دونك هاد الناس هادو كيخلقوا مجرمين بطريقه غير مباشره. انا كنقول لهم هادشي اللي كديروا لا علاقه لا بالانسانيه ولا بالاسلام. الاسلام بريء منهم، ويتسناو بان الله تعالى كيقتص منهم. طوطا واحد النهار غادي يقتص منهم، يعني مساله وقت. خافوا الله، اتقوا الله، حيت الله تعالى قال انما هم امثالكم. الا كان كيقراو شويه الدين وعندهم غير شويه المعلومات على دينهم، راه خصهم يخافوا من هادشي اللي كيديروا. شكرا. إذن مشاهدينا كيف ما تابعتوا معنا، كانت تصريحات ديال هاد المواطنين هادو
اللي كيتمناو ان يتلقى لهم حل بالنسبه لهذا القطط وايضا الكلاب الضاله مشاهدينا الكرام. إذا مشاهدينا نكتفيو بهذا القدر هذا من البث المباشر على أمل نرجع لكم في بث مباشر آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.